ما تيجوا نحمد ربنا. نحمد ربنا على نعمة اليوم اللي بيعدي بسلام بدون مشاكل وبدون مصايب. نحمد ربنا على نعمة الصحة وعلى إننا ما بنصحاش على ألم أو أجهزة متوصلة في جسمنا. نحمد ربنا على نعمة البيت والأكل والشرب وعلى إننا مستورين. نحمد ربنا على نعم كتير قوي مش واخدين بالنا منها، غرقانين فيها ومش عارفين قيمتها. الحمد لله إلى أن يبلغ الحمد لله دائما وأبدا. الحمد لله على نعمه وفضله علينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم الصحة وفي أحسن حال. النهاردة زي ما انتم شفتوا في أول الفيديو هنعمل الدوناتس. ايه دي المكونات بتاعته يا جماعة؟ هنحتاج المكونات دي هقولها لكم حاجة حاجة وانا بعجنها عشان ما تتوهش مني. اول حاجة 4 كوبايات دقيق، حط عليها معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر، كيس لبن كيس لبن بودرة، وكيس خميرة فورية، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، وشوية خل صغيرين معلقة، وكمان باكو فانيليا عشان زفرة البيض. وكمان هنحتاج كوباية لبن، بس اللبن يا جماعة تنزلش عليه مرة واحدة، انزل عليه بالتدريج شوية شوية. ممكن تحتاجيه كله وممكن ما تحتاجهوش على حسب الدقيق بتاعك. هتنزلي بعد كده بمعلقتين سمنة او معلقتين زبدة، المهم ان هي يا اما سمنة يا اما زبدة. عجنتها كويس زي ما انت شفتوا كده، وحطيتها في البولة لحد ما تخمر، وبعدين هنقطعها. طبعا لو عندك بسم الله الرحمن الرحيم، لو عندك ورق زبدة يبقى حلو قوي ان انت ما تقطعي تحطي عليه، عشان لما تيجي تشيليه ما يكونش لازق منك. هتفرديه كده على الرخامة بتاعتك او على اي حاجة، مش مشكلة يعني. وهتفرديه كويس، اهم حاجة يبقى السمك بتاعها كويس، ولا تخينة ولا رقيقة قوي، عشان تبقى شكل الدونتساية حلوة ومليانة كده ومليانة مركز. انا ما عنديش قطعات يا ولاد، قعدت ادور بقى على الغطيان اللي عندي، غطا برطمان، غطا ازازة. دي كمان كانت عجلة بتاع اللودر بتاع ابني، غسلتها كويس وقلت اما اجرب بيها زي ما انتم شايفين كده. لو عندك طبعا القطاعة تبقى سهلة عليكي قوي، بس انا الجيش قالك اتصرف، واحنا يعني مش هنعقد الدنيا عشان ما عندناش القطاعة، ولا هقول مثلا انا مش هعمل عشان انا مش عندي، لا انا بعمل باي حاجة طالما في بديل وهتطلع هيها مفيش اي مشكلة. طبعا الدونستة ديت طلعت صغيرة، بس طبعا عشان يبقى على قد مثلا ابن الصغير، على قد ابن اختي، ابن سيلفي كده، يعني اي حد يدخل عليا اعرف اديله واحدة، بدل ما ياخد مثلا واحدة كبيرة وما يخلصهاش، يبقى الواحدة الصغيرة دي على قده. وطبعا الدوائر اللي بتطلع منها دي برضو ما بتترماش، هنقليها برضو تبقى طالعة زي البقلاوة كده. تمام. نفرد العجينة التانية زي ما انتم شايفين برضو بنفس الحركة. قلت بقى لما اكبر، قعدت ادور على حاجة ما لقيتش، قمت جايبه غطا بتاع الشفشق بتاع الخلاط. طبعا طلعها كبيرة زي ما انتم شايفين كده، وكانت كده احلى وشكلها احسن واكبر. برضو عملت نفس اللي انا عملته بنفس الغطا. طبعا الزوايد دي بنشيلها ونرجع نفردها تاني زي ما انتم شايفين. سبتها تخمر، كانش عندي ورق زبدة، سبتها تخمر على اي حاجة، والمهم اللي يبقى تحتها دقيق. اهم حاجة تسيبها تخمر برضو قبل ما تحطها في الزيت. وهتبتدي باللي اول واحدة انت قطعتيها، والزيت ولا يبقى سخن ولا يبقى بارد، يبقى في المتوسط كده زي ما انتم شايفين. لو سبتيها كمان تخمر حبة اكتر عن كده بتنفش اكتر وبتبقى احسن. حمرتها زي ما انتم شايفين. وطبعا بدأت بأول واحدة عملتها، وبعدين بالتدريج بقى اللي بعدها واللي بعدها. حاجة مش محتاجة اي كلام، حاجة سهلة خالص ومن البيت، وبتفرح الولاد بدل ما يبقوا نفسهم في حاجة وما تعملهاش، لا فرحيهم بأقل الامكانيات. الشوكولاتات دي يا ولاد جايباها من عند العطار، بتبقى شوكولاتات كده، تقولوا عايزه شوكولاته خام وهو بيديها لك فيه فرط، مثلا تقولوا ب 20 جنيه او حاجه، وفي الاكياس دي او العبوه دي انا جايباه الواحده ب 30 جنيه، شوكولاته بيضه وشوكولاته سمرا. اعذروني بقى على الفينش الاخير او التزيين، يعني التزيين للاسف
في الابيض ما كانش قد كده، بس طبعا اول مره نعملها. انا عملتها قبل كده بس ديت مش عارفه كان في ايه حطيته في كيس، ما عنديش طبعا كيس حلواني، حطيت في كيس تلاجة وفتحته. الفتحه كانت جت كبيره شويه، عشان كده الشوكولاته السمراء نزلت كبيره. بس هو ده الشكل بتاعنا. وكمان الدوناتسية السمراء او اللي بالشوكولاته شكلها حلو قوي وطعمها تحفه، جربوها. ودي حاجه بسيطه وبأقل الامكانيات، واي ست بيت بسيطه عاديه خالص هتعرف تعملها. يعني مش شرط ان انت تقولي انا ما بعرفش، ولا انا ما عنديش المكونات، ولا انا ما عنديش. لا، جربي ان شاء الله تعجبك وبأسهل حاجه. وده كمان الحاجات الصغيره اللي كنا بنقطعها برضو استفدنا بيها، وتحط عليها شوكولاته وهتتاكل وهتبقى زي العسل. وفرحت الولاد، والولاد فرحوا وكلوها واتبسطوا. وهي حاجه يعني زي ما تقولوا كده بنمشي يومنا بيها ونفرح الولاد بيها وخلاص. طبعا ان شاء الله المره الجايه هنعملها احسن واحسن. إيه وانتوا طبعا عارفه ان انتوا هتعملوها احلى واحلى بكتير. طبعا طالما عندك الامكانيات بتطلعي الحاجه بتبقى بشكل احلى إيه مستوى احلى طبعا ومستوى تاني. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. بشكركم وشكرا ليكم. ما تنسوش تحطي لي لايك. مع الف سلامه.